السلام عليكم، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة حابة اشكركم جدا جدا على الدعم الكبير اللي شفته في الكومنتات للمحتوى الجديد. كل الكومنتات تقريبا كانت كويسة وكله كان مبسوط بالمحتوى. في ناس برضو طبعا طلبوا ان احنا ننوع شوية في المحتوى، يعني نعمل جرايم برضو مع ألغاز طبية وحاجات غريبة حصلت، فأوعدكم ان انا هعمل كده وهنزلكوا كل اللي انتوا عايزينه. بس النهاردة بقى هنتكلم عن ظاهرة غريبة، هي ظاهرة حصلت بالفعل، اتسجلت في سجلات الشرطة والتقارير الطبية، لكن لحد يومنا هذا محدش عارف انه يفسرها بشكل نهائي. محدش قادر يقول اذا كان الموضوع ده او اذا كانت الحالة دي فعلا موجودة ولا لا، وهل فعلا جسم الانسان ممكن انه يدخل في الحالة اللي هحكيلكوا عنها النهاردة دي. يعني وانا بحضر الحلقة انا فعلا كنت خايفة ومخضوضة ان الموضوع ده يطلع بجد، خصوصا ان العلم لسه ما اتفقش على الموضوع ده. يعني البعض بيقول ان الموضوع موجود، وبيقولوا حتى بعض الاسباب كده اللي ممكن تعمله، وعلماء تانية بتنفي الموضوع تماما وبتقول ان هو مش موجود. ففي الحلقة بتاعت النهاردة دي هنتكلم عن واحدة من اكتر الظواهر اللي حيرت العقول، وهنحاول مع بعض ان احنا نفهم هل اللي حصل ده كان مجرد مصادفة ولا وراه سر اعمق بكتير. فاتمنى ان الحلقة بتاعت النهاردة تعجبكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. كاندل امتي كان مركز على الطريق بتاعه، كان سايق ناحية البيت بتاع باباه جورج امتي اللي كان عنده 58 سنة. الساعة كانت 6 مساء يوم 26 مارس سنة 1986. هو كان سايق في مدينة ريفية صغيرة. من كام ساعة كاندل اللي عنده 32 سنة استقبل مكالمة من أخته اللي كانت بتتصل بباباها كذا مرة طول اليوم ده، بس على طول المكالمة بتاعتها كانت بتتحول للبريد الصوتي. فالبنت كانت قلقانة جدا. جزء من قلقها كان جاي من إن باباها عايش لوحده من ساعة ما انفصل عن مامتها من كام سنة. فوق ده صحة باباها كانت بتتدهور. جورج كان مدخن سابق، ودلوقتي كان عنده مشاكل خطيرة في رئته، كان بيستخدم قناع أكسجين، ولسه متعافي من نوبة التهاب رئوي كانت السبب في إنه دخل المستشفى. فبنته كانت مرعوبة إن باباها ممكن يكون واقع أو أغمى عليه، أو ممكن تكون حاجة أسوأ حصلت له. كانت عارفة إن هو هيكون مناسب لأخوها نوعا ما إن هو يعدي على بيت باباهم في طريقه للبيت من الشغل بتاعه. فاتصلت بيه وترجته إن هو يعدي عليه ويتأكد إن باباهم بخير، وطبعا أخوها وافق على طول. بس كاندل وهو سايق وفي طريقه للبيت بتاع باباه ما كانش قلقان قوي. هو كان زار باباه في بيته من يومين، وجورج كان بياخد الأدوية بتاعته وحالته المعنوية كويسة بالنظر لكل المشاكل اللي كان بيتعامل معاها. فعشان كده الابن كان متأكد إن في تفسير منطقي ليه جورج مش بيرد على تليفونه. ممكن أصحابه خدوه وراحوا بيه لمطعم محلي على بعد مسافة قريبة قوي من البيت بتاعه، هما دايما بيحبوا يقعدوا هناك. ولو ده حصل فعلا فكاندل كان عارف إنه مش هيتأخر قوي، كان عارف إن باباه هيقضي ساعة ساعتين بالكتير وهيكون في البيت. بس قال إن هو حتى لو راح وملقاش باباه هو هيفضل مستنيه جوه البيت لحد ما يرجع عشان يطمن أخته، وأول ما يرجع ويعرف إن هو بخير هيمشي على البيت بتاعه. جورج كان رجل إطفاء، كان متفاني جدا في شغله، كان بيقضي ساعات طويلة في المحطة بعيد عن عيلته. بس من ساعة ما تقاعد من كام سنة بقى موجود أكتر في حياة أولاده وأحفاده، وده كان بيفرح أولاده جدا. فكرة إن باباهم مهتم بيهم دي حاجة بتسعد. وبعدين كاندل كان خلاص قرب من البيت بتاع باباه. جورج كان عايش في بيت صغير فيه أوضة نوم واحدة في منطقة السكان فيها قليلين قوي، موجودة على بعد 6 متر كده غرب المدينة. المنطقة كانت هادية ومليانة بالخضرة. وبعدين كاندل وصل، وقف في العربية بتاعته على بعد كام خطوة من بيت باباه، وبعدين نزل منها مشي ناحية الباب الأمامي. بس كل ما قرب كان بيلاحظ إن الشبابيك اللي جنب الباب شكلها مختلف شوية، يعني لونها كان داكن شوية زي شبابيك العربيات. هو استغرب قوي، فكر ان هو لما يدخل هيشوف البيت اكيد في حاجة غلط حصلت في البيت. بعدين وصل للباب الامامي وخبط، بس لما خبط بابا كان مش بيفتح الباب. هو نزل ايده وحاول ان هو يفتح الباب، وعلى طول حس بحاجتين. اولا حس ان الباب مفتوح اصلا، وثانيا والاهم لاحظ ان مقبض الباب سخن جدا. طبعا هو في الوقت ده اترعب، لأن مقبض الباب السخن ده بيعني إن في حريقة جوه البيت. فهو فتح الباب بسرعة وبص جوه، بس ما كانش فيه حريقة خالص. بالعكس البيت هادي تماما، ضلمة شديدة، مفيش أي حاجة بتدل على إن فيه حريقة.
بس لما جه عشان يشغل النور اكتشف إن النور في البيت مش شغال. الأسوأ من كده إن هو بدأ إن هو يلاحظ إن في دخان كثيف موجود في الهواء، مكانش فاهم إيه الدخان ده. كمان استغرب ريحة الدخان غريبة، يعني ريحة دخان زي اللي هو متعود عليه، بس كان في ريحة غريبة حلوة معاه مخلية الموضوع يكون مقلق أكتر. فكل اللي هو كان بيشوفه ده كان بيحسسه إن في خطر كبير أيا كان اللي بيحصل. هو كان عارف إن الوضع مش أحسن حاجة، خصوصا إن باباه عنده مشكلة في الرئة، واستنشاق أي حاجة موجودة في الهواء ده مش هيكون حاجة كويسة ليه. فهو مشي في البيت، دخل أوضة الليفينج روم الأمامية ونادى على باباه، بس مفيش حد كان بيرد. بدأ إن هو يمشي في الضلمة كده عشان يوصل لأوضة النوم بتاعت باباه، بس لما وصل مقدرش يشوف أي حاجة. وفي اللحظة دي هو بدأ يخاف، كان عايز كشاف ضروري عشان يفهم إيه بالظبط اللي بيحصل في البيت. فعشان كده هو طلع جري لبره، ركب العربية بتاعته وساق بسرعة لبيت الجيران عشان يشوف لو معاهم كشاف. ولحسن الحظ الجار اللي في البيت اللي جنبهم كان معاه فعلا كشاف. فبعد ما شرح له اللي بيحصل الاتنين جروا على البيت بتاع جورج بسرعة بالكشاف. بس لما كاندل رجع لحد باب البيت بتاع باباه وقف مكانه، كان بيتمنى ان باباه ما يكونش في البيت وانه يكون بخير، وان ايا كان اللي بيحصل جوه البيت الشيء اللي هو مش فاهمه خالص ما يكونش ليه اي علاقة بباباه. بس هو برضه توقع إن ممكن إن يكون في حاجة مش كويسة، عشان كده وقف قدام باب البيت وحس إنه مش هيستحمل أبدا إنه يشوف إيه اللي حصل لباباه. ففضل واقف بره وطلب من الجار إنه يدخل ويطمنه. طبعا الدقايق اللي بعدها كانت عذاب بالنسبة له، ومستني يعرف إيه اللي مختفي تحت الدخان اللي كان موجود جوه البيت مع عدم وجود حريقة. وأخيرا الجار خرج من البيت، ومن تعبير وشه الحزين كاندل قدر إن هو يعرف إن للأسف في حاجة وحشة حصلت لباباه. في خلال الساعة اللي بعدها البيت اتملأ بمحققين من شرطة وإطفاء للمنطقة، وكلهم كانوا محتارين جدا من اللي شافوه. الموضوع ما أخدش منهم وقت عشان يعرفوا إن في حريقة حصلت جوه بيت جورج. بس طريقة الحريقة دي نقدر نقول عليها إن هي مختلفة تماما عن أي حريقة شافوها في حياتهم. الحريقة دي ما كانتش منطقية. يعني لما المحققين دخلوا من الباب الأمامي للليفينج روم شافوا طبقة كده من الرماد السودة دي اللي بتبقى موجودة بعد أي حريق، بس ما كانش فيه أي حاجة محروقة في الأوضة. كمان كان فيه علب أدوية كده بلاستيك كانت سايحة من الحرارة، فكان واضح إن في حرارة قوية قوي اتعرض لها البيت ده. يعني المحققين كانوا بيبصوا على كل حاجة بلاستيك حواليهم كانوا بيلاقوها سايحة تماما. بس بعدين لما بصوا حواليهم لقوا إن كان في مجسم بلاستيك كده لمركب موجود جوه البيت. المجسم ده كان سليم تماما، محصلوش أي حاجة. والغريب إنه ما كانش بعيد أبدا عن علب الأدوية ولا عن الحاجات اللي كانت سايحة دي. كمان الغريب أكتر اللي الشرطة بدأت تلاحظه إن جنب الليفينج روم كده كان في مطبخ صغير. جورج كان مزين جوانب التلاجة بورق حائط، ورق الحائط ده كان ملون والورق ده كان بلاستيك. بس الغريب إن الورق ده ما كانش باين عليه أي علامات حرق. بس جوه التلاجة بقى كانت قصة تانية خالص، كل حاجة جوه التلاجة كانت سايحة تماما. يعني مثلا كان في علبة بلاستيك كده محطوط جواها زبدة، العلبة بالزبدة كانوا سايحين بالكامل. وفي الدرج بتاع اللحوم كان برضو بعض اللحوم سايحة، البعض التاني كان لسه متجمد. فالمحقق بقى كان واقف مش قادر ان هو يستوعب، حاول يفهم ايه اللي حصل فعلا، ازاي تلاجة تتحول لفرن كده من جوه وفي نفس الوقت التلاجة من بره ما تتأثرش تماما بالحرارة. بس بقى كل اللي هما شايفينه ده لو كان غريب، الحاجات اللي المحققين شافوها في الأوضة بتاعة النوم بتاعة جورج كانت أغرب من الخيال بالنسبة لهم. أول ما دخلوا الأوضة المحققين شافوا التلفزيون اللي موجود على الكومودينو الخشب بتاع جورج، ولاحظوا إن جزء من التلفزيون كان سايح تماما، أما الكومودينو اللي كان محطوط عليه فكان سليم ما عدا برضو الغبار الأسود اللي كان مغطي الأوضة بالكامل. كمان المحققين بصوا في ركن الأوضة بتاع النوم كده كان فيه جهاز الأكسجين بتاع جورج. الجهاز كان مش متضرر أبدا من الحرارة، كان لسه شغال لما المحققين وصلوا. والماسك بتاع الأكسجين البلاستيك ده بتاع جورج كان محطوط فوق الجهاز، على عكس التلفزيون الماسك ما كانش دايب أبدا، وده خلى الموضوع طبعا أغرب وأغرب. لأن الماسك والجهاز كانوا على بعد سنتيمترات معدودة بس من السرير، اللي كان واضح إن في نار شديدة ولعت فيه من يوم تقريبا. دلوقتي النار طفت وسابت وراه خليط محروق ومتشابك.
أما بقى السرير فكان الإطار بتاعه متفحم في بعض المناطق، بس كان لسه السرير واقف زي ما هو. مرتبة السرير بقى كانت متدمرة خالص، الحشو كله كان محروق، السوست اللي بتبقى موجودة في السرير دي كانت دايبة بطريقة خلتها تتقوس لتحت كده على شكل حرف الفي. يعني كان في حفرة كده غريبة، كان ممكن إن أنت تقدر تشوف من خلال الحفرة دي إيه اللي موجود تحت السرير. فلما المحققين وطوا كده عشان يبصوا جوه الحفرة دي، شافوا إن في حاجة تانية اتحرقت في الحريقة دي، حاجة كانت شابكة في السوست بتاعة المرتبة. اتضح إن الحاجة اللي كانت محروقة دي كانت رجل واحدة محروقة موجودة على المرتبة، كانت قريبة قوي من السرير. كمان كان في جزء متفحم من جمجمة بشرية، وبعيدة عن ده لقوا أكوام صغيرة من رماد أسود ناعم موجودة على السرير، وكمان موجودة على الأرض. الرماد ده كان مالي كل المنطقة، ومن الشكل العام اللي بيحصل ده عرفوا إن للأسف الرماد ده بتاع جورج. جورج كان رجل ضخم وقوي، وزنه تقريبا أكتر من حوالي 81 كيلو ونص، فاللي اتبقى منه بقى دلوقتي وزنه بالظبط كان كيلو و300 جرام بالظبط. يعني كانوا بيقولوا إنه ممكن يدخل بسهولة جوه علبة صغيرة. حيرة المحققين طبعا زادت أكتر بعد ما لقوا جورج ما كانش بس محروق، ده كمان كان اتحول لرماد. فكرة إن الجثة تتحول لرماد دي بتحتاج نار شديدة جدا، يعني في فرن مخصوص للحاجات دي، ومع ذلك بطريقة ما جورج اتحول للرماد ده بسبب الحريقة الغريبة دي اللي أثرت بس على أجزاء صغيرة من البيت. الموضوع ما كانش منطقي نهائي. لو درجة الحرارة في أوضة النوم كانت كافية عشان تحرق جورج، إزاي البيت ده لسه على وضعه كده؟ إزاي البيت مش متفحم؟ بس كان في لغز تاني متعلق بالحادثة، إزاي حريقة قوية زي دي ولعت من الأول؟ المحقق بدأ إنه يبص في كل السلوك بتاعة الكهرباء وكل جزء متوصل بالكهرباء، فحص كمان مواسير الغاز اللي ماشية في الفتحة اللي تحت أوضة النوم بتاعة جورج. فكوا فرن الغاز اللي كان بين أوضة النوم والليفنج روم بالكامل، ومقدروش يلاقوا أي دليل مادي ممكن يفسر إزاي جورج ولع. الموضوع كان حيرة كبيرة، ومش قادرين إنهم يفهموا إيه بالظبط اللي حصل. يعني مثلا هنفترض إن في حد دخل البيت بتاع جورج وهو اللي عمل فيه كده، فإزاي هو ولع نار المفروض إن هي تبقى نار يعني قوية جدا والنار دي ما تحرقش البيت؟ طيب هنقول إن هو مثلا حرقه في مكان تاني بعدين رجعه وعمل كل ده، فده استحالة، لأن كل حاجة على السرير كانت بتأكد إن جورج مات على السرير ده وهو نايم واتحرق لحد ما تحول لرماد. فعشان كده شرطة الولاية استسلموا في الآخر، ما شافوش أي علامات بتدل على وجود جريمة، فكتبوا تقرير نهائي بيقول ببساطة إن وفاة جورج كأنها وفاة عرضية. بس كان في محقق في إدارة مطافي المقاطعة ما كانش مستعد أبدا إنه يستسلم بالسرعة دي. اسم الرجل ده كان توني كان عنده في الوقت ده 37 سنة، وبيشتغل في إدارة المطافي من وهو عنده 16 سنة، وكان يعرف جورج شخصيا. الاتنين اشتغلوا جنب بعض كرجال إطفاء، وتوني كان بيحب قوي جورج، كان بيحبه فعلا، فعشان كده كان مصمم إنه يعرف إيه اللي حصل لصاحبه بالظبط. فوق بقى كل الحاجات الغريبة اللي لقوها في مكان الحريقة، كان في حاجة تانية محيرة توني. هو توني عارف جورج قوي، عارف ان هو مهووس بسلامة الحريق، وعارف ان هم متدربين كويس قوي، فاستحالة ان هو يكون مثلا ساب حاجة ولعت بالغلط. بس بعد مئات الساعات من البحث في كل الاحتمالات اللي ممكن تكون حصلت لجورج، بدأ ان هو كمان يحس بالإحباط. توني كان شاطر قوي في علوم الحريق، بس مفيش أي قاعدة علمية من اللي هو يعرفها كانت بتنطبق على اللي بيشوفه جوه البيت بتاع جورج. وفي الآخر واحد زميل توني قاله على مؤسسة موجودة في بنسلفانيا، والمؤسسة دي ممكن إن هي تساعده. كان اسمها باراساينس انترناشونال، كانت متخصصة في دراسة الظواهر الغريبة اللي العلوم التقليدية ما بتقدرش إن هي تفسرها. توني كان متردد في الأول، هو عمره ما كان بيؤمن بالحاجات الغريبة دي أو بيؤمن بالخوارق، وكان بالنسبة له أي مؤسسة بتصدق في الحاجات دي هي مؤسسة ما ينفعش إن هو ياخدها على محمل الجد. بس هو كان في حالة يأس، كان محتاج يعرف إيه فعلا اللي حصل لجورج، وتحقيقاته وصلته لطريق مسدود، فعشان كده ما كانش عنده اللي يخسره لو فكر في فكرة مختلفة حتى لو كانت فكرة غريبة بالنسبة له. عشان كده في شهر إبريل سنة 1986، بعد كام أسبوع من اكتشاف الرماد بتاع جورج،
توني خد نفس عميق، بعدين مسك التليفون بتاعه واتصل بالمؤسسة دي. لما التليفون رن رجل اسمه لاري رد عليه. لاري كان سواق أتوبيس مدرسة بالنهار، بس في وقت فراغه كان بيخصص ساعات كتير قوي وبيشترك في المجموعة بتاعة الخبراء اللي موجودين في المؤسسة. على مدار 10 سنين لاري كان بيشتغل معاهم عشان يحققوا في أحداث كتير غريبة وغير عادية، بس شغف لاري الأكبر كان دراسة ظواهر الحريق اللي مفيش حد بيقدر يفسرها. فعشان كده لما توني قال للاري إنه محتاج مساعدة، لاري اهتم على طول. لاري استمع باهتمام لما توني عرفه التفاصيل بتاعة القضية بتاعة جورج. الجثة اللي اتحولت لرماد ناعم، عدم وجود أضرار في الحاجات اللي قريبة من الجثة، النمط الغريب للذوبان والحريق في البيت كله. كل ما لاري كان بيسمع أكتر كل ما بيهتم أكتر وأكتر. وعشان كده في نهاية المكالمة دي لاري قال لتوني إنه هيجيله فورا عشان يفحص البيت بتاع جورج ويشوف لو يقدر يفهم حاجة. وبعد كام أسبوع ده فعلا اللي لاري عمله، وبعدين راح للبيت بتاع جورج. كان عدى أكتر من شهر على الحريقة، بس عيلة جورج كانوا لسه مصدومين مش عارفين يعملوا إيه في البيت. فعشان كده البيت من جوه ما كانش مختلف كتير عن اللي المفتشين لقوه في الأول. أول ما دخل من الباب للليفينج روم، لاري لاحظ إن الأرفف والترابيزات مغطاة بطبقة غريبة كده لامعة، يعني مش مجرد رماد زي اللي بيحصل في الحرايق اللي هو ممكن يتنضف بالإيد، ومش زي برضه ما الشرطة كانت متوقعة. هي كانت حاجة غريبة، حاجة زي ما تكون ملزوقة، طبقة كده لامعة، طبقة خفيفة قوي بس بتلمع. يعني هو وصفها بأن هي شبه قوي لما بيكون في كراميل دايب. فعلى طول لاري بدأ يتخيل إيه اللي ممكن يكون حصل فعلا لجورج، وعشان كده راح فورا لأوضة النوم بتاعت جورج. طبعا كل الرماد وكل حاجة من جورج كانت اتشالت، بس لاري كان لسه شايف المنطقة اللي اتحرقت وازاي النار ما انتشرتش بره السرير والحفرة اللي كانت موجودة في المرتبة بتاعت السرير وكل الحاجات دي. لاري زيه زي أي محقق تاني كان جوه البيت بتاع جورج مقدرش إن هو يلاقي أي حاجة قريبة ممكن تكون ولعت في الحريق ده، بس بالنسبة للاري الموضوع ده مش غريب أبدا. يعني مثلا المحقق توني وباقي المحققين عمرهم ما شافوا حاجة محيرة زي القضية دي، بس لاري كان شاف حاجات كتير جدا شبهها. ممكن نقول إن الموضوع كان نادر جدا إن الحالات دي بتحصل، بس هو شافها. لاري من خلال شغله في المؤسسة دي اكتشف حوالي 200 حالة مسجلة شبه حالة الموت بتاعة جورج. يعني مثلا سنة 1795 صاحب فندق لقى زوجته متحولة لكومة رماد في نص أرضية المطبخ بتاعها، مفيش حاجة حواليها اتضررت من الحريقة دي ولا حتى أدوات المطبخ الخشب اللي كانت قريبة منها. وسنة 1951 صاحبة عمارة زارت واحدة من المستأجرين في العمارة بتاعتها، ولما مسكت المقبض بتاع الباب لقيته سخن قوي، ولما فتحت الباب لقيت جثة المستأجرة دي متحولة لرماد ما عدا الجمجمة بتاعتها وواحدة من رجليها. وكمان على بعد سنتي أو 2 من الجثة كان في كومة من الجرايد مفيهاش أي علامة على الحرق. مثال تاني سنة 1970 أرملة عندها 59 سنة لقوها برضو متحولة الرماد في البيت بتاعها، وكل حاجة حواليها كانت سليمة تماما. بس بقى في كل الحالات دي تقريبا لاري كان بيلاحظ نفس الحاجات المشتركة. كان دايما في ريحة حلوة غريبة، فاكرين اللي قلتلكوا عليها إن ابن جورج شمها؟ نفس الريحة دي لاري كان بيشمها. كمان كان بيكون في طبقة كده من الرماد بتغطي كل حاجة، الطبقة دي كان بتكون يعني زي ما تكون لزجة شوية. وكان بيكون في أضرار قليلة جدا في المكان اللي جنب الجثة، مفيش دليل واضح على إيه اللي ممكن يكون ولع الحريقة دي من الأول. وعلى مدار مئات السنين العلماء والباحثين كانوا بيطوروا نظريات عن ازاي حوادث الحريق الغريبة دي ممكن ان هي تحصل، والتفسير الوحيد الممكن اللي قدروا يوصلوا له هو ان كل الحرائق الشديدة دي في الحقيقة هي ولعت من جوه أجسام الضحايا. يعني مثلا في القرن ال19 كتير كانوا بيعتقدوا ان ده كان عقاب من ربنا لبعض الناس، وبعض الناس كانوا بيعتقدوا إن ده ممكن يكون نتيجة الإدمان على الكحول، وإن الكحول الزايد هو اللي بيعمل الموضوع ده وبيخلي الجسم قابل للاشتعال. ومع مرور السنين في نظريات تانية بدأت إن هي تظهر، نظريات كتير تفسر إزاي جسم إنسان اللي نسبة المية فيه 60% ممكن إن هو يولع لوحده.
لاري كان عنده نظرياته الخاصة. هو كان عارف إن جسم الإنسان مليان نشاط كهربائي بيتنقل من خلال المخ والجهاز العصبي مع كل نبضة قلب. فإيه اللي هيحصل لو الكهرباء دي اتضخمت بطريقة ما؟ هل ممكن الجسم يولع نار كهربائية متفجرة تحرقه من جوه؟ هل ممكن النار دي تولع بسرعة كافية، حرارة كافية عشان تحرق الضحية من غير ما تحرق أي حاجة حواليها؟ إيه السبب؟ الحدث الغريب والنادر ده في الآخر اتعرف واتسمى باسم الاحتراق البشري التلقائي، ومعروف برضو باسم الاحتراق الذاتي للإنسان، وأحيانا الاشتعال الذاتي للبشر والاحتراق الذاتي، بس يعني ليه كذا مسمى. بس بعض الناس بتطلق عليه الاحتراق الغامض. لما المحقق توني سمع نظرية لاري حس إن هي جنونية، بس حس كمان إن هي منطقية أكتر من أي تفسير تاني سمعه للي حصل لجورج. ولما توني خلص تحقيقاته رسميا في وفاة جورج، استنتج وكان بيأكد إن السبب كان الاحتراق البشري. بس رغم موافقة توني على النظرية دي، التقارير الرسمية للشرطة ما اتغيرتش. ورغم إن في ناس كتير قوي بتصدق النظرية دي، أغلب العلماء بيرفضوا الاحتراق البشري وبيعتبروه علم زائف ملوش دليل مادي. وفعلا الدليل المادي في الحالة دي لسه متناقض ومحير، وكانوا بيقولوا عن القضية دي إن هي بعيدة تماما عن الاحتراق البشري. بس رغم إن مفيش أي دليل بيأكد إيه فعلا اللي حصل، ومش فاهمين بالكامل إيه اللي حصل. يعني مثلا بره تلاجة جورج كانت سليمة، بس جوه الحاجة كانت بايظة ومحروقة. يعني مثلا فكرة إن بعض الحاجات هي اللي متضررة، البعض التاني لأ. الجثة اللي اتحرقت بطريقة بشعة لحد ما اتحولت لرماد وكانت تحتاج نار كبيرة قوي عشان تحرقها، كل الحاجات دي ما كانش ليها تفسير. وبالرغم من كده هما كانوا مقتنعين إن لأ، الكلام ده كله ملوش أي معنى. بس رغم كل ده، لاري كان واثق من استنتاجه إن جورج كان ضحية الاحتراق البشري التلقائي. النظرية دي أنا أول مرة أسمع عنها، بس اتضح إن في ناس كتير قوي اتعرضوا لها، وإن الظاهرة دي العلماء مهتمين بيها لحد النهاردة من سنين. يعني مثلا برضو ممكن أقول لكم بعض الحالات. في سيدة اسمها ماري، كانت سيدة عجوزة ساكنة لوحدها في شقتها في فلوريدا. جيرانها حسوا بريحة دخان غريبة، ولما دخلوا شقتها لقوا إن جسمها اتحول بالكامل لرماد. وده أثناء ما كانت قاعدة على الكرسي بتاعها. برضو جسمها كله كان رماد واقع على الأرض، يعني معنى كده إن هي اتحرقت في نفس المكان. والبيت كله كان سليم بالكامل ما عدا ترمومتر كان موجود على بعد كام متر منها كده كان سايح. كمان في رجل كبير في السن اسمه جون بنتلي، كان عايش لوحده وكان بيعاني من مشاكل صحية. صاحبه اللي بيعدي عليه كل يوم دخل عليه لقى حفرة في الأرض من كتر الحريقة. كل اللي اتبقى من جون كان برضه رماد، وكان مفيش أي آثار حريق في باقي الأوضة، كأن النار كانت مركزة على جون وبس. أما بقى رجل اسمه مايكل في أيرلندا، كان عنده 76 سنة، برضه اتحرق جوه بيته. الشرطة لقت جسمه متفحم بالكامل، وبرضه باقي البيت كان سليم. بس الطبيب الشرعي في الحالة دي أعلن رسميا إن الوفاة سببها احتراق بشري ذاتي، ودي كانت أول مرة في أوروبا يتم تسجيل الحالة بالشكل الرسمي ده. بس قبل بقى ما نقفل الحلقة بتاعت النهاردة، عايزة أقول لكم النظريات بتاعت العلماء، ما بين العلماء اللي مقتنعين إن موضوع الاحتراق الذاتي ده موجود، وما بين العلماء اللي شايفين إن دي خرافة. أولا طبعا هنبدأ بالعلماء اللي مقتنعين بوجود الظاهرة دي. العلماء اللي مقتنعين بالظاهرة فسروا الموضوع بكذا حاجة. أول تفسير كان اسمه تأثير الفتيلة، ده يعتبر أشهر تفسير بيحاول إن هو يبرر النظرية دي. بيقولوا إن جسم الإنسان فيه دهون كتير، الدهون دي ممكن إن هي تشتعل لو في مصدر نار بسيط زي سيجارة مثلا. الجلد بتاع الإنسان بيشتعل كأنه الفتيل بتاع شمعة، والدهون بتشتعل ببطء وتحرق الجسم كله من جوه. الحريق بيمشي ببطء قوي، وده بيفسر الجسم إن هو بيبقى متفحم تماما، لكن الحيطان أو باقي الأوضة بتكون مش محروقة ولا أي حاجة في البيت محروقة. التفسير التاني بيقول إن الكحول والمواد القابلة للاشتعال اللي بتكون موجودة داخل الجسم، في بعض الضحايا كانوا مدمنين كحول أو بياخدوا أدوية معينة، فالعلماء قالوا ممكن يكون في تفاعل كيميائي جوه الجسم، أو إن الكحول اللي في الدم بيخلي الجسم قابل للاشتعال. وفي حالات تانية لبس الشخص أو الزيوت اللي على جلده كانت قابلة للاشتعال. لكن المشكلة إن الموضوع ده مش موجود في كل الحالات، يعني مش كفاية إن هو يفسر ظاهرة بالكامل وظاهرة غامضة زي دي. في نظريات برضو أكتر جراءة، يعني هي مش مثبتة علميا قوي بس اتطرحت في وقت من الأوقات، وهي إن جسم الإنسان ممكن يحصل فيه خلل في الكهرباء الحيوية يؤدي لانفجار حراري داخلي.
أو إن في تفاعل كيميائي نادر جدا بيحصل فجأة في الجسم بيسبب شرارة واحتراق ذاتي. يعني من الآخر معظم العلماء المقتنعين بالاحتراق الذاتي ده بيشوفوه نتيجة لتفاعل مجموعة عوامل مع بعض: دهون، مصدر نار بسيط، بطء في الاحتراق، بيئة حوالين الشخص بتساعد على استمرار النار بدون ما تنتشر. لكن طبعا زي ما قلتلكم لسه مفيش أي تفسير قاطع بيخلي الكل مقتنع، وده اللي مخلي النظرية دي لحد دلوقتي بين العلم والغموض. نروح بقى للعلماء اللي بينفوا تماما وجود الفكرة دي، بيقولوا إن السبب في كل الحرائق دي وجود مصدر نار. في كل الحالات تقريبا، كل الحالات اللي اتسجلت كان في مصدر ممكن يكون هو السبب الحريق: سيجارة، شمعة، مدفأة، أي حاجة حتى لو ولاعة. بس بيقولوا إن الناس بتتجاهل أو مش بتلاحظ المصدر ده، فبيقولوا الاحتراق حصل لوحده. قالوا كمان إن معظم الضحايا كانوا كبار في السن أو عندهم مشاكل صحية أو نايمين، فلو هدومهم ولعت مثلا هما ما قدروش إن هما يطفوا النار أو يهربوا، فالنار فضلت إن هي تاكل في جسمهم. فده بيفسر ليه الجسم بيتحرق بالكامل لكن الحريق مش بينتشر في الأوضة. كمان بيقولوا إن تجارب أثبتت إن الجسم البشري ممكن يتحرق بطريقة بطيئة جدا لو اتحققت ظروف معينة. الحريق بياخد ساعات طويلة وعشان كده ما بيسببش دمار كبير حواليه، وده السبب إن الناس بتتصور إن الجسم ولع لوحده عشان ما سببش أضرار لكل شيء موجود في الأوضة. بالإضافة بقى لكده كانوا بيقولوا إن الإعلام والناس بتحب الغموض فبيكبروا الحكاية، هم عايزين إن هم يصدقوا إن الموضوع ده موجود بحيث يقعدوا يتكلموا ويرغوا في أي كلام. وقالوا إن في حالات اتحلت علميا لكن الناس مش بتركز غير في الجزء الغريب منها، لأن ده اللي بيشد فضول بعض الناس. وفي النهاية الرافضين لفكرة الاحتراق الذاتي بيقولوا إن هي خرافة ناتجة عن سوء فهم للحادث، ظروف خاصة أدت لاحتراق الجسم من مصدر عادي جدا. والحاجة بقى اللي بتكبر الموضوع أكتر هي رغبة الناس في إنهم يصدقوا إن الاحتراق الذاتي ده موجود. الناس دايما بتحب الغموض، بتحب إن هي تعرف إن في حاجات خارقة للطبيعة موجودة، فبيحبوا إن هم يركزوا عليها مش أكتر. وفي النهاية بيفضل سؤال بيطاردنا من سنين: هل فعلا جسم الإنسان ممكن إن هو يولع لوحده، ولا كل اللي سمعناه وشفناه هو مجرد حوادث ليها تفسير منطقي إحنا مش قادرين إن إحنا نربطه؟ لحد النهاردة العلماء لسه مش قادرين إن هما يوصلوا لإجابة قاطعة. الظاهرة دي ممكن فعلا تكون خرافة، ممكن إن هي تكون حقيقة مرعبة جدا، أتمنى إن هي تكون مش موجودة. فانتوا ايه رأيكم؟ يعني تفتكروا ان فعلا في حاجة اسمها احتراق ذاتي، ولا ده كله مجرد لغز من الألغاز اللي موجودة في الحياة؟ وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. أنا عارفة انها حلقة غريبة شوية بس أتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملولي لايك، تقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة.